عشان نقدر نجاوب السؤال بتاع أستاذة مي، واحدة من ضمن الطرق الرائعة هو طبعا استخدام كانفا. وهاجي هنا أول ما أفتح كانفا هلاقي عندي الجزء بتاع ال AI، هدوس عليه وأقول له بمنتهى البساطة، هقول له make a flash cards about family، بس كده. وهنقول له create، ونشوف بقى هو شغال دلوقتي هيعمل ايه. هيقعد يكتب لي الكود الخاص بالشكل الفلاش كوردز دي اللي هتبقى انتراكتيف دلوقتي حالا قدامي، وهتبقى مذهله. طبعا انا اقدر ادخل اي توبيك، كل ما ازود تفاصيل كل ما هو هيقدر ان هو يخلي الكوردز شكلها اكتر يعني اكتر احترافيه. بس طبعا استاذه ماي كانت طالبه ان يتكتب الكلمات بس، هو مش هيكتب الكلمات بس، اكشلي هو كمان هيضيف حاجه تانية وهيبقى بس من غير صور. كده زي ما احنا شايفين. بس كل اللي طلبت منه ان هو يعمل لي كاردز على الفاميلي ممبرز، وبدأ ان هو يعمل اول واحد فاذر وفليب، وهيبقى في الباك بتاع الكارد هيبقى موجود عندي الديفينيشن كمان. تمام، ممكن اقول له نيكست يجيب ماذر فليب وهلاقيه بيتكلم هي مين الماذر دي، ونيكست تيتا. ممكن كنت اطلب منه لو وضحت اكتر، كنت ممكن اطلب منه من غير صور خالص زي ما استاذه مي طلبت، وممكن حضرتك برضو ايه تعملي ايه تعديل ليه. طيب انا عايزه استخدم الكاردز دي اعمل ايه؟ هاجي هنا على البوتن اللي فوق اللي اسمه use in a design، واختار واحد من الاوبشنز